موجودة الكاميرا، هو يعرفها يعني كاميرته موجودة يعني، بس ما مطفيها. وزير التعليم العراقي نعيم العبودي مع يدافع عن العميد عماد شعلان الشاوي ويكشف حقائق تظهر لأول مرة. مع هريدي الكل مكشوف. لايك وتعال نشوف. طبعا الكاميرات موجودة في داخل كل الجامعة وداخل المكتب مالته، فهو كان موجودة الكاميرا، هو يعرفها يعني كاميرته موجودة يعني، بس ما مطفيها. يعني المشكلة عند وزير التعليم نعيم العبودي إنه الكاميرات موجودة في مكتب العميد وإنه ما طفها شيء. يعني كان المفروض يطفي الكاميرات. هي دي قال المشكلة يعني، مش المشكلة اللي حصل، لا المشكلة اللي هي ما طفاش الكاميرات. تعال نكمله. يعني سحبت يده وقمنا باللجنة التحقيقية. اللجنة التحقيقية حتى بالمؤسسات الأخرى ما تصير هاي الحالات الموجودة. وطبعا حقيقة كشفها نعيم العبودي عن البنت اللي ظهرت مع العميد عماد شعلان الشاوي في الفيديو والصور المسربة دي. كله كان يقول إنها طالبة من طالبات جامعة البصرة، لكن نعيم العبودي قال لك إنها موظفة من الموظفات اللي داخل الجامعي. اسمع بنفسك. يعني بالتحقيق بأنه هي موظفة، ليست طالبة. لا هذا مو يعني هذا اللي صار، لا يعني بيها ابتزاز وكذا. هسه بدون يقولون موظفة، بعد هي ما تعرف ان التحقيق بعد. دي طبعا كانت أهم تصريحات نعيم العبودي وزير التعليم العراقي على قناة دجلي، اللي تكلم فيها عن قضية عماد شعلان الشاوي. ولسه للحديث بقية. خلصنا فيديو نهاردي، ولايك واستنونا الفيديو الجاي. ها لايكات بقى.